مساء الخير، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا اليوم عندنا اليوم الأخير تصوير بيت عدنان، فالمشاعر يعني شي الشعور كلش غريب. ثانيا الحساسية ما أسولف لكم عنها. أهل الربيع راح يعرفون الشعور، أهل الجيوب هم راح يعرفون الشعور اللي دا قصده. بس الحمد لله على كل حال. البارحة خلصنا متأخر واليوم بلشنا من الصبح، بس شلون أقول لكم مثل اللي تعودنا على هذا السيستم صار سنة، يعني مو شي قليل. البارحة كتبت لكم على ستوري موضوع عن المرأة القوية والضعيفة وهيك وكذا. شفت الرسائل كلش حلوة، يعني اكو عالم حتى فيديوهات دزولي، فعاشتيتكم شكرا هواي على كل شي، وحبيت انه شلون تفاعلتوا، فكلش تونست البارحة بتفاعلكم بالستوري، وشفت شلون تكتبولي تجارب وعن تراجع بالطريقة من التصوير، فقلت خلي اكتب سؤال اشوف انه حابة يعني هيك شي جديد. دائما مثلا من ارجع اتفرج بودكاست او مثلا فيديو وانام بالطريق على حسب، قلت لا هالمرة اريد حابة هيك اسوي شي جديد، احس نفسي انه قاعدة اتناقش في احد او اخاطب احد ممكن يخاطبني بموضوع اني دا يدور بعقلي بالوقت الحالي. فانتو رسائلكم البارحة اكو عالم جاوبت عليها، اللي لحقت واللي ما لحقت غير مرة ان شاء الله. سألتوني هسه تذكرت السؤال كان انه انتي شنو رأيك بهذا الموضوع. اني رأيي انه المرأة القوية بهدوءها، بثقافتها، بصبرها، لانه انا بالنسبة لي اعتبر الصبر قوة، وبنفس الوقت بالتسامح، يعني طاقة الغفران. يعني شخص من يكون عنده طاقة غفران يغفر من داخله قبل الخارج. يعني أحيانا مثلا أكو أشخاص ما نقدر نغفر لهم وجه بوجه إلا إذا جو اعتذروا ونقول يلا سامحتك، واللي ما يجي يعتذر من تغفر له من داخلك، هاي بالنسبة لي قوة عظيمة. كان مكتوب هم إنه المرأة الذكية تتجاهل، أني هماتين ويا التجاهل. أني أحس إنه التجاهل قوة، لأنه مو أي شخص يقدر يتجاهل. هواي أكو عالم ممكن إنه تنفر باللحظة وتسوي مشاكل وكذا، فالتجاهل هماتين يعني أعتبره من القوة. المرأة اللي تتعب على نفسها، على مستقبلها، على حياتها، توقف بعد كل فشل، هاي بالنسبة لي مرأة قوية.